ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. انا منى من قناة منمن احمد، جايلكم النهارده في فيديو جديد كلكم طلبتوه مني. في بنات كتير قوي طلبته مني، هو التلاجة اللي انا جايباها في جهازي. هي دي زي ما انتوا شايفينها، دي صورتها. هي طبعا تلاجة انا حطاها في مكان بعيد فانا مش هعرف اصورها لكم، بس دي الصورة بتاعتها. هي شرب 16 قدم. جميلة جدا جدا يا بنات. انا بصراحة يعني اتشكر لي فيها كتير قوي قبل ما اجيبها. انا جايباها بلاك زي ما هي كده بالظبط، نفس الصورة. يعني بصوا اهي، ده شكلها. عملت لكم زوم اهي. بجد ما شاء الله حلوة قوي، وهي اسمها اسود يعني مراية. حلوة جدا، في اللي هي الديجيتال وفي العادي، بس انا جبت اللي هي العادية. دي شكلها من جوه. الفريزر بتاعها ما شاء الله يعني كويس كبير اهو. وده الباب بتاعها، وده الباب بتاع التلاجة، وده اهو الباب، ودي التلاجة من جوه. ما شاء الله حلوة قوي وبتشيل حاجات كتير. انا عارفة ان شارب هي ممكن تكون صغيرة شوية عن ماركات كتير. فيها مثلا حاجات تانية بتبقى ممكن تكون مثلا اكبر منها شوية. زي ال جي، زي مش عارفة ايه، حاجات كده كتير. بس بصراحة انا بحب شارب. كمان لانها توكيل توشيبا العربي. تبع توشيبا العربي، فانا بحبها جدا بصراحة. ما شاء الله عليها، هي نو فروست. زي ما قلت لكم 16. تمام. آه اهي دي صورة اهي، ودي صورة تانية اهي ليها برضو. تمام. من جوه. ودي لما اشتريتها بقى هي من جوه يا بنات الفريزر بتاعها. هي بس الاضاءة ما كانتش واضحة قوي، لان كانت الدنيا ضلمة، وكمان دي كانت سيلفر. يعني اللي انا مصوراها دي لونها سيلفر مش لونها بلاك. تمام. هي بس الاضاءة ممكن تبين لكم ان هو فتح لي الاول السيلفر. كنت هجيبها بس يعني كانت عجباني بصراحة الاسود اكتر، لان المطبخ بتاعي لونه اسود، فكان عجبني الاسود اكتر. فجبت الاسود دي، بس انا صورت يعني هي زيها بالظبط يعتبر من جوه. ودي اهي باقي التلاجة اهي. حلوة جدا يا بنات ما شاء الله اهي. وده لون، قصدي دي الكرتونة. ودي السودا بقى، دي اللي انا جبتها بالظبط. فتحها برضو ورهاني كده. بس يا بنات هو ده كان الفيديو، ودي كانت التلاجة اللي انا جبتها يعني في جهازي وكده. اللي عايز يجيبها يعني برضو اسألوا عليها، هي بصراحة ما شاء الله جميلة. انا كنت جايباها، هي طبعا عالية جدا، انا جبتها في شهر 12. سعرها عالي جدا، انا كنت جايباها عاملة 6,600. دلوقتي ممكن تلاقيها معدية ال7 يعني، ومعدية 7 ونص، وممكن تبقى ب8 كمان. الحمد لله جبتها قبل ما تغلى اكتر ما هي غليت اصلا، دي هي كانت ارخص من كده. بس يلا الحمد لله. هي يعني عجبتني وكده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. يا ريت لو عجبكم تعملوا لايك للفيديو، اشتراك في القناة، ويا ريت تفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. مع السلامة يا صحابي.